السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده. دابا رجعنا لكم فيديو جديد. هذا الفيديو غادي ندويو فيه على مشكل كبير عند بزاف ديال البنات اللي هو التعلق. كيفاش تفكي التعلق بواحد الشخص؟ غادي نحاولوا نلقاو حلول فعاله من القلب ومن العقل. واش كتحسي براسك متعلقه بواحد الشخص، كتفكري فيه بزاف وكتقلقي وتعصبي الا ما سولش فيك؟ مرحبا بك، هذا الفيديو ليك. غادي يكون هو الدواء لقلبك المتعلق. غادي نهضروا على التعلق العاطفي، علاش كيتولد، كيفاش كيأثر علينا، شنو هما الخطوات اللي غادي نديرو باش نتهناو من هذا التعلق. اول حاجه اللي خاصنا نعرفو هو شنو هو التعلق. واش التعلق هو الحب؟ لا نهائيا. التعلق ماشي هو الحب بوحدو. التعلق هو الشعور بالحاجه، بالرغبه المستمره لواحد الشخص، كنحسو راسنا محتاجين ليه. كتحسي راسك ما غتكونيش بخير الا ما كنتيش معاه، كتربطي الراحه ديالك والسعاده ديالك بداك الشخص. كتقولي الا ما كانش هو في حياتي ما نقدرش نكون بخير وما نقدرش نكون مرتاحه. وهنا فين كيبدا الالم وكيبداو المعاناه. عمركم سولتوا راسكم علاش كنتعلقوا؟ انا غنجاوبكم علاش. في الغالب الاحيان هاد التعلق كيجي بسرعه، ما كتحسيش بيه حتى كتلقي راسك تعلقتي بواحد الشخص. عرفتوا علاش؟ حيت كيكون عندك واحد الفراغ عاطفي، عندك واحد الفراغ في الداخل ديالك كتحتاجي اللي يعمروا ليك. اما هاد الفراغ جا من شي حوايج عشتيهم في الصغر ديالك، بحال مثلا غياب الاب ديالك، والديك مطلقين او الاب ديما كان بعيد، مهم الاب ديالك ما كانش في حياتك، او لا كان عندك الاب ديالك ولكن قاصح معاك في التعامل. تخيلي معي اول راجل في حياتك حليتي عليه عينيك، ما عطاكش الحنان وما عطاكش الامان. داكشي علاش اول شخص كيعطيك غير شويه ديال الحنان ولا شويه ديال الامان، يعني مثلا انتي كتستاهلي مثلا 80% ديال الحنان، عطاك غير 10% كتعلقي به، حيت انتي ديجا محتاجه هادشي. فهمتيني؟ ديجا محتاجه هادشي. داكشي علاش كتعلقي به دغيا بهذه السرعه. ومن بين الحوايج اللي ممكن يخلوك تعلقي دغيا هو كترسمي في بالك واحد الصوره مثاليه لداك الشخص. كتجلسي بوحدك وكتبقاي تخيلي بوحدك شي حوايج، بحال مثلا غادي يعاملك بحال الاميره، او اي حاجه شفتيها في الافلام كتخيلي هو اللي غادي يديرها ليك. تقدري مثلا تشوفي غير شي فيديو بسيط، مثلا شي واحد عطاها شي واحد كادو، كتخيلي هو اللي غادي يدير لك هكاك. تقدري تكوني يلا تعرفتي عليه، كتخيلي راسك معاه في العماريه وعندكم وليدات وفي دار وحده، وكتبقاي غاده مع داك الخيال ديالك ومع داك حتى كتلقاي راسك رسمتي في بالك واحد الصوره لهداك الشخص اللي اصلا ما كايناش في الواقع، اللي يقدر هذوك الحوايج اصلا ما غاديش يديرهم. ونزيدكم ممكن تعلقي دغيا باي شخص الا كانت عندك نقص في الثقه في النفس. الا كان عندك نقص في الثقه في النفس كتكوني ديما كتحسي راسك ناقصك شي حاجه. فهمتيني؟ كتشوفي بلي داك الشخص هو اللي غادي يكملك، هو السند، هو كل شيء في هذه الحياه. مهم هنا حاولت نعطيكم بزاف الاسباب اللي كيخلوك تفهموا علاش كتعلقي. دابا غادي نقول لكم كيفاش تعرفي راسك باللي انت في حاله تعلق، باش تعرفي راسك باللي انت اصلا دابا راك متعلقه بشي شخص. اول حاجه باش تعرفي راسك بانك راك في حاله تعلق، كتبقاي مراقبه ليه تليفونه، كتبقاي حاضيه معاش خرج معاش دخل، علاش اونلاين وما جاوبنيش، كيولي همك كامل هو تبقاي حاضيه. لدرجه واخا تكوني خدامه وتكوني مشغوله كيبقى في بالك بلاتي نشوفوا واش اونلاين، بلاتي نشوفوا واش جاوبني، بلاتي نشوفوا واش دخل. ولا لقيتي اونلاين كتبقاي تقولي يعني داوي مع البنات. الا كان راجلك كتبقاي حاضيه امتى يدخل امتى يخرج، حاضيه ليه كتقلبي ليه تليفونه، لدرجه كتولي مريضه بهادشي، كتولي همك الوحيد هو تبقاي غير مقابله. تاني حاجه هي كتخافي بزاف لا تخسريه. غير الا ما دواش معاك النهار كامل كتبقاي تصوني ليه وكتخافي وكتقولي ناري ياك ما قلت شي حاجه ما عجباتوش، علاش ما دواش معايا، مالو مشى، وقيلا غيخليني، ناري عندك يخليني، ناري عندك يمشي. كتبقاي خايفه وعايشه الرعب غير بوحدك. ونزيدك حاجه اخرى، كتولي كترضيه الا طلب منك شي حاجه، اي حاجه قالها لك كتقولي مرحبا، صافي واخا. يعني واخا تكون ديك الحاجه ما عاجباكش ما قادراش ديريها، ما كتقديش تقولي لي لا حيت خايفه لا يمشي. انا نعطيك مثال، تقدري تكوني مثلا نتيا ما كتبغيش تصيفطي تصاورك، ولكن كتصيفطيهم باش ترضيه، كتصيفطيهم باش هو ما يتقلقش، كتصيفطيهم باش هو ما يمشيش،
سيرتو الا عرف هو هاد القضيه صافي كيبقى كيستغلك. الا ما درتيش هاد القضيه غنمشي، الا ما درتيش هادي غنمشي، وانتيا حيت نتيا اصلا متعلقه بيه دونك ما كتقديش تقولي ليه لا، حيت كنتيا كديري ليه هادشي وكديري ليه خاطرو اكيد 100% غادي يهملك، ما غيبقاش مهتم بيك. وملي ما غيبقاش مهتم بيك نتيا غادي تبقاي تابعه. شنو كديري؟ كتصبري وكيبقى هو كيعطيك اسباب خاويه، راه عندي خدمه بزاف، لا راه عندي ظروف، لا راه مسافر، جدي نض من القبر ومرض بالسكر، وانتي كلهبيله كطيقيه وكتصبري وتزيدي تردي لقلبك وكتبقاي صابره وساكته. علاش؟ حيت خايفه لا يمشي. ايوا حبيبي، الا كنتي كديري غير حاجه من هادشي كامل اللي قلت لك، راه عارفه راسك بلي راه متعلقه بداك الشخص، راك انتي في حاله تعلق. دابا الحبيبه ديالي غادي نشوفوا الحلول كيفاش تخرجي من هاد الحاله، كيفاش ترجعي قويه كيف قبل وحسن كاع، وما تسوقي لحتى شي واحد حتى مخلوق في هاد الكره الارضيه. اول حاجه شنو خصك ديري؟ خصك تعترفي بانك متعلقه بداك الشخص. الاعتراف هو اول حاجه. خصك تقولي انا متعلقه بداك الشخص وخاصني نخرج من هاد الحاله، خاصني نلقى الحل لراسي. هذه اول حاجه خاصك ديريها مع راسك. ملي كتصارحي راسك جلسي مع راسك وفكري مزيان بلي نتيا كتستاهلي ما احسن، كتستاهلي شي شخص يبغيك بلا مقابل، بلا ما يعذبك نفسيا. علاش؟ حيت نتيا ورده، خاصك تدخلي واحد الشخص لحياتك باش يردك ورده متفتحه، باش تزيدي تفتحي، ماشي باش ترجعي دابله حتى شعرك ما تمشطيه. بقى بلا غير هو، بحال غير هو الاكسجين اللي غادي تنفسي به، بحال دايره عليه الكره الارضيه. لا بالعكس، خاصك تدخلي ناس لحياتك، سواء مثلا زوج، صديق، صديقه. دخلي الناس اللي غادي يزيدوا بك القدام، اللي يخلوك نسخه افضل من النسخه اللي انت فيها. خاص تعرفي بلي انت كتستاهلي ما احسن، كتستاهلي بنادم اللي غادي يزيد بك القدام، بنادم اللي غادي يزيد لك واحد القيمه المضافه لحياتك. اما بنادم اللي غادي يجي ويدي منك السعاده اللي كنتي عايشاها نتيا مع راسك والراحه النفسيه، ويدي منك اي حاجه زوينه فيك، ما عندك ما ديري به. باش نقولها لك، الخطوه الاخرى اللي غادي ديري، غادي ترجعي لله، حيت هو الوحيد اللي حاس بك وعارفك باش كتحسي. غادي تصلي وتدعي الله يبعد عليك هذا الشخص. دعي وقولي يا ربي رجع لي قلبي اللي خديته من يدك وعطيته العبد من عبادك. دعي من قلبك. واهم حاجه داومي على سوره البقره. هذه نصيحه من تجربتي الخاصه، دومي على سوره البقره على الاقل. اما قدرتيش تقريها كل نهار، قري غير شو صفحات 3 4، داكشي اللي قدرتي عليه قريها. قسما بالله الا كتحسي بالراحه، هذه من التجربه الشخصيه ديالي. فاش كيكون قلبي مقبوط ولا مخنوقه ولا ما قدرتش نتنفس، كنهز سوره البقره وكنقراها. قسما بالله الناس بعد المره كيخرجوا مني كيتخنقوا كيخرجوا يفوجوا، انا نهز غير سوره البقره كنقراها وكنرتاح نفسيا، كنحس بداك الهم وداك الشيء كامل كيتمسح ليا على قلبي. ومن غير هذا الشيء سورة البقرة راه المعجزات اللي فيها راه بزاف. بحثوا عليها وقلبوا، راه يقدر سيدي ربي يعوضك واحد العوض اللي عمرك ما كنتي كتمنيه، غير بفضل ديك سورة البقرة اللي داومتي عليها يوميا. كوني متأكدة ان بالصلاة وبسورة البقرة، يعني القرآن بصفة عامة، والله العظيم إلى حياتك غادي تبدل 180 درجة. شخصيتك غتبدل، الظروف اللي عندك في حياتك كل شيء غادي يتبدل. وغير تيقون العوض ديال الله كبير، وما كتعرفيش امتى كيجي العوض ديال الله. تقدر يجيك في واحد الوقيته اللي نتيا ما كنتيش كتسنيه. تيقوني. وحاجه اخرى، خاصك تحاولي تعاودي تبني ذاتك وشخصيتك من جديد. الا عندك شي مهاره طوريها، ولا تعلمي شي مهاره جديده. الا بغيتو نقول لكم شنو المهارات اللي ممكن تعلموا في هذا الصيف اللي يعمروا لكم وقتكم في نفس الوقت يدخلوا لكم الفلوس، قولوها لي نديرها لكم في فيديو بوحدو. حاولي تهتمي براسك اكثر، بصحتك، بماكلتك، بلباسك، تهلاي في وجهك، ديري روتين سكين كير، ديري روتين ديال شعرك. حاولي تركزي على راسك اكثر في ديك الفتره. عمري وقتك بحوايج اللي يعمروا لك دماغك باش هكا ما تبقيش تفكري فيه. مثلا الا عندك مشروع او لا خدامه، فكري كيفاش تطوري داك المشروع. ما عندك والو كنتي غير في الدار، فكري فتحي قناه، فتحي حساب في انستغرام، طوري ديك لاباج، طلعيها،
تعلمي قرايه كتوبه جداد على التطور الذاتي وهكا باش تزيدي تبني شخصيتك. والله العظيم الا دابا ولا ساهل بزاف باش تعمري وقتك، خاص تكون عندك غير رغبه. دخلي وبحثي وقلبي وغتلقاي الحاجه اللي غترتاحي فيها. وواحد النصيحه، يوميا فاش تسالي نهارك حاولي تكتبي 3 ديال الحاجات عاجبينك في راسك. والله العظيم الا هاد العاده الا درتيها كل نهار حتى تعاونك باش تولي عندك واحد الثقه في النفس عرفتي راه عاليه بزاف. غادي تكتشفي راسك وغادي تكتشفي الحوايج اللي زوينين فيك اللي اصلا انت ما كنتيش عارفاها. خير نصيحه، حاولي ما تبقيش تواصلي مع داك الشخص اولا نقصي التواصل معه، فهمتي؟ ما تبقيش تهضري معاه بزاف، نقصي الرسائل، نقصي لي ريزو سوسيو، ما تبقيش تدخلي نتيا كاع على دوك الفيس ولا مثلا انستغرام ولا واتساب اللي غادي تدوي معاه فيه. الا ديجا تفارقتوا مسحي تصاوروا، مسحي النمر ديالو، مسحي لي كونفرساسيون، اي حاجه عندها علاقه به مسحيها صافي، بدي صفحه جديده. ما خاصش تخلي حتى شي حاجه اللي تبقى تفكرك في داك الشخص. تقدري تقولي هادشي صعيب، ولكن نهار على نهار كتزيدي يجيك داكشي ساهل، نهار على نهار كتزيدي تراجعي قوه من قبل. طيقيني، راه ربي مثلا حرمك من داك الشخص راه ماشي ما بغيش ليك، ولا بالعكس راه حيت مخبي ليك ما احسن، حيت كيشوفك بلي انت كتستاهلي ما احسن. كوني متاكده من هادشي، كوني متاكده لانه ربي شاف شي حوايج انت ما شفتيهمش. ربي عارف باللي هذاك الشخص راه ما فيهش الخير ليك، اولا انت ما فيكش الخير ليه، فيكمش خير لبعضياتكم. دونك راه مخبي لك واحد الشخص اللي يستاهلك، شخص اللي غيبغيك كيف ما انتي. نتمنى هذا الفيديو يكون حلك عينك على بزاف الحوايج، وليتي عارفه بزاف الاسباب، وليتي عارفه علاش وكيفاش والحلول. هذا الفيديو نتمنى يكون بين لك الطريق اللي غادي ديري، يعني نتمنى يكون هو الخطوه الاولى اللي غادي يخليك ترجعي قوة من قبل. كوني متأكدة، وانا عارفك بلي انتي كتستاهلي ما احسن، كتستاهلي حياة زوينة، كتستاهلي شخص مزيان، كتستاهلي اي حاجة زوينة في الدنيا. كوني متأكدة، غير مازال ما وصلش الوقت لداك الشيء. ربي كبير وربي راه معاك وانا معاك. الا وصلتي حتى لهنا ما تنسيش تبارطاجي معك لا فيديو مع شي بنيته اللي تقدر تكون حتى هي محتاجه هادشي، محتاجه تسمع هاد لا فيديو، محتاجه يكون هو الشفاء ديالها. خلي معك ابوني وتسني لا فيديو الجاي، وشكرا بزاف على المشاهده ديالك.